لقاءات الشرق. مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص، حيث نفتح اليوم ملف النادي الإفريقي في واحدة من أكثر مراحله حساسية ودقة، ونسعى لطرح كل الأسئلة الحارقة التي تشغل جماهير الأحمر والأبيض. النادي الإفريقي يمر بمرحلة مفصلية على مختلف الأصعدة الفنية، الإدارية، المالية وحتى الاتصالية، فبين تغيرات الإطار التقني وملف الانتدابات والتحديات المالية وأسئلة الهيكلة والتواصل، يبدو أن المشروع الجديد للنادي قد دخل مرحلة الاختبار الجدي. ولمناقشة هذه الملفات نستضيف اليوم أحد الأسماء البارزة في الإدارة الجديدة للنادي، الذي يتحدث لأول مرة في وسيلة إعلامية، محمد الشافعي. مرحبا بك معنا محمد على موجات إذاعة الشرق من باريس. السلام عليكم. عايشك ومرحبا بك سي عبد السلام، ونتشرف اللي انت عيطت لي في البرنامج اليوم، وان شاء الله ديما نكونوا تواصل انا وياك ونوضحوا الامور اللي تعني النادي الافريقي. في هذا الجزء الأول من الحوار إذن نناقش معك التطورات الخاصة في الجانب الفني. ملف المدرب محمد الساحلي شهد تطورات سريعة ومتلاحقة منذ يوم الأمس، ولكن قبل أيام كان هناك حديث عن استقالة وتكذيب الاستقالة. كيف وصل الأمر إلى القطيعة مع محمد الساحلي؟ شوف محمد الساحلي هو إنسان عرفناه أترافير البيرو القديم، خاطر جابوا البيرو القديم، بعد ما البيرو القديم استقال قعد كل فراغ. انضم علينا نهارتها وقتها قاعدين في البيرو وانا والفرقي في بيرو سكرة، ضم علينا مهندس البيرو. نعم. متشنج لخلص خليوه بالحق مسكين في سيتواسيون نتاع فراغ توتال، لا يجاوب عليه حتى حد في التليفون وواحد وكل شيء، معناتها حتى انسانيا ما تجيش. تكفلنا بيه، خلصوا الفرقي اترافير جي، ما خلصتوش الكلوب. نعم. معنا قعدنا نسمعوا فيه شنو البروجي نتاعو، عامل باوربوينت وعامل 250 صفحة على لي جون، على كديريكتور سبورتيف، على الانفراستركتور، على ورانا النقاط النقص الكل. برجولية تبارك الله عليه. نعم. بالحق في البحث اللي عمله شيء معناتها ما تنجم كو لو سالوي. اقتنع الفرقي به، قال السيد هذا بالحق باش يعاوننا باش ننظفوا واحد وكل شيء، ما اقتنعنا به كديريكتور سبورتيف وليس كمدرب. ككونسلتون. نعم. مش كمدرب، ما نفهموش نحن، مانيش باش نجيو نقيموا نحن هذاك المدرب هذا بيجي مدرب العبد هذا ولا ما يجيش، متفاهمين ولا؟ نعم. باه من بعد زي طرح مستير، جينا في طرح مستير، قبل طرح مستير قالنا راهو اللي يعمل فيه بيتوني غلط. تشوف التكتيك هذه راهي غلطه، عملوا فورما لوزونج حتى تشوف على الاقل 3-0 يخسر، جيبها بالضبط، خسروا 3-0. اون ايتي امبرسيوني. باهي فكر الفراغ هذاك الكل، يمشي هو سيد للبارك كل يوم يخدم واحد وكل شيء ومكمل في المهمه نتاعو. بالحق غزال لي فرنكي قال لي سي ريسبكتار معناتها، بالحق انت الراجل كمل يخدم كل شيء. ساشون كان عنده شيكات على الكلوب، فما مدهم له شيكات هيك الخير، فما الفاكتور هذاك نحن ما حبيناش تخلط الحكايه هذيك، مي ابارامون بعد صبهم كمان. نعم. من بعد كي لمينا الهيئه قبل ما حتى تنتخب، لميناهم الكل وجبدوا اسامي نتاع اونترينيرات. نعم. نقول لك 30% من الهيئه ما حبوهوش، الباقي ومعاهم الفرقي نعم حبوه. وفما كعبتين قالوا لك لا، ما نعرفش، انا ما نفهمش في الكوتشوات وما ننطقش، فهمتني؟ نعم. باش معناتها مبدئيا متفاهمين عليه من قبل حتى الانتخابات. بعد كي صارت الانتخابات
تعدت ليست. السيد محمد الساهلي بدا يخدم على روحه، ويجيوني انا معناتها معلومات كل مره اسمع محمد راهو فما هكا وهكا، وكونتراتو نتاعو غالي. خاطر انا كي باش يسالوني على البودجي، باش يسالوني على الميزانيه، مش مانيش انا باش نقيم اسكو الانسان هذاك يجي كوتش بالكدا ولا يقولوا لي راهو غالي بارابور لهذا، فهمت؟ بارابور للنيفو هذا. فهمت شنو هي المعلومات اللي كانت تجيني؟ نعم. ومن بعد بالوقت المعلومات ولات ما عادش ماليه جمله، وليت راهو عمل هكا، راهو يكلم في هذا، راهو يحكي مع الجروبات، راهو يحكي مع الجوارات، راهو يحكي مع لي زاجون. انا ما حبيت نسمع حتى شيء، ونحكي له راهو الفرقي ما حبينا نسمع حتى شيء الا ما نصدق الا ما نعنق من الاخر الا بالبروفه. جيت وين خلطنا للواحد الكون دونترينمون اللي صار في عين درام. نعم. بدي معناتها للبيرو من غير ما نجبد الاسامي في البيرو، يقولوا لي محمد راهو ماهوش عادي يرفض الاطراح الوديه الكل. يا محمد راهو الجوارات اللي يطلب فيهم ما همش نتاع السوم هذاك. يا محمد راهو يكلم لي زاجون ويقول لهم معايا الفرجي واصرف ومش مشكل وعندي 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 وعندي، فهمت كيف قيل وقال ما يمشيش بيه. ذكر انا ما عنديش التقييم الفني باش نجي نقول السيد هذا خايب. نعم. ما نجمش نجي ضده. نعم. مشي في مخي قلت لهم شو راهو كان باش تخرجوا تاو الكوتش ونحن في كون دونترينمون راهي باش تدخل بعضها الدنيا، وهذا رايي. من بعد انتم تقرروا وحدكم، مش انا باش نرفض عليكم. انت الرئيس، انت نائب الرئيس، وانت الكاتب العام، فهمت؟ انتم تتصرفوا. هذا رايي. قلت لكم انا من الاول ميزانيته مقبوله لان نجموا معناتها نكملوا معاه. من بعد جيتني واحده مراسله قال لي راهو هبط خبر كوم كوا باش يطردوا الكوتش. مشيت انا كلمت الهيئه على الجروب الواتساب. نعم. قالوا لي غلطه. بديت نتغشش انا، قلت لهم كيفاش طردوا الكوتش؟ ما تنجموا تقولونا تعلمونا عنا نحن في العقد نتاعنا ما بين جي والكلوب فما دروا دروغار. صحيح ما نفرضوش عليكم مش تخليوها، ما تقولونا. نعم. الاعلام يكلمني سي مهدي ميلاد، يا محمد راهو ليه غلط الخبر، تشوف هاك الباج اوفيسيال باش تهبط لي هو الخبر غلط. يكلمني من بعد محمد الساحل، يا محمد هكا تعملوها بيا وندرى شنيا، انا ما نقبلش وقدري وندرى شنيا. توا تهبط تكتب انت والباج اوفيسيال، هكا قال توا تهبط تكتب انت والباج اوفيسيال ندعموه وندرى شنيا وندرى شنيا. قاعد باش يكتب لي بالضبط بالبي وتي شنيا لازمني نكتب. مشيت بالنية قلت له هاك الباج اوفيسيال باش تكتب، وين هات ونكتب وراهو الخبر غلط وراهو عنا فيه ثقه وراهو هكا هكا. ومدينا له نهارتها وقتها مدينا له الكونترا نتاعو. نعم. بعد بنهارين يجوني اخبار اللي السيد هو كلم مزيك 6 متاع الصباح. قالوا لي لا يا راهو باش نتخذوا قرار. هما ديجا معناتها سيء. قال لي باش تاخذوا قرار ما يجيش كيفاش يكلم مزيك. هو عمل هذا الكل بالعاني باش يدورك علينا وباش يحبك تكتب للجمهور وباش ياخذ التعاطف نتاع الجمهور ويخلق كل فتنه بين الجمهور والبيرو وبيني انا ومهدي ميلاد وكل شيء. قلت له هذا تفسيرك انت، انا ما نصدق الا ما نعنق مره اخرى. نعم. باهي تفسيرك انت. نكلم سي محمد ساحل هكا محمد صحيح هذا كله؟ لا والله لا ولا شيء. قيل وقال ولينا معناتها انا خدمتي جايه ماليه وليت ليه في القيل وقال. باهي اوكي. من بعد يجيني اوديو اخر السيد يحكي المره هذه اوديو السيد يحكي مع اجون باش يمشي يخدم فريق مغربي ويتشكى من الريكروتمونات اللي في تونس. وكي دخلتوا عليه هنا هذا الاوديو هذا لا قال لي قديم خاطر ما نجمش نقول قديم فيك الريكروتمونات. لا قال لي مفبرك، قال لي لعبوا لي اللعبه.
وانت يلعبوا لك اللعبه كيك تجاوب. نعم. سوبوزون يلعبوا لك اللعبه كيك تجاوب. نعم. هكا معناتها انا معرض روحي عليك والبيرو معرض روحه عليك، خاطر البيرو حام عليه وعاطينك عقد وفوق معناتها سالير فوق من الكوتشوات الاخرين الكل، ونحن راي حالتنا الماليه كمان حساسه. تمشي انت في وسط كون دونترينمون على جمعتين من تبدا السيزون باش تقطع بينا تسقسي باش قالوا لي ريونيون راي 8 نتاع الليل. انا مازلت مانيش نصدقها وقت حكيت موزايك 8 نتاع الليل. ريونيون نتاع 8 نتاع الليل تعرف شكون حضروا فيها؟ نعم. حضروا فيها محمد الساحلي والزوز الصحفيين اللي حكي معاهم هو في موزايك والبيرو وشهدوا ضده وما كذبش هو، وعندهم لوديو وهو كلمهم 6 متاع الصباح وهو خارج للشارع. يجيني انا واحد من البيرو ولا 4 يقولوا لي ما نجموش نخدموا في الحاله هذه. نعم. وراو كان ما يمشيش نمشي انا ما عندي حتى خيار. وابريتو هما ياخذوا القرار، انا جست نساند وكاو فهمت. نعم. عندي تاثير صحيح، عندي تاثير على البودجي وعندي مالي مانيش باش نجي انا ناخذ قرار. قلت له قدام الناس الكل حسبي الله ونعم الوكيل ولا ننساها. الخيانه هذه عمري ما ننساها، ابار اللي خنتني انا شخصيا خنت جمهور هكا. بالتالي جاء قرار الاقاله يعني. لا هما ماخذين القرار من قبل البيرو، من اللي تاكدوا من حكايه موزايك خذوا القرار. من بعد انا معناتها باحترام للفرقي وكل شيء جاوا قالوا لي وكاو فهمت. وهو ما مسخن روحه بيا. قلت له راك ما عندكش السوتيان نتاعي وما عادش عندك السوتيان وما عادش عندك الكونفيونس. وعامل خطاب اخر نهار في البارك شادوا عليه العباد الكل للجوارات يحكي لهم مع البيرو جراثيم وندرى شكون، وانا قريب من السلطه العليا يقصد في انا وفي فرقي وتعرفوني انا شكون. كي اخر مره حكيت معاه معناتها في الريونيون قلت له انا كي قابلتك متفاهمين معناتها خايفين على تدخل البيرو في التقني الادمينستراسيون في السبورتيف. اما عمري ما كنت نتصور اللي سبورتيف يدخل في الادمينستراتيف. عمري ما كنت نصور جوارات اللي هما ديجا عايشين في الضغط وادمينستراسيون داخله بعضها انستابل سيف كامل. زيد انت تمهمشهم بحكايه هكا شو مدخلهم؟ نعم فهمني واضح الحكايه واضحه. ما عندي حتى خيار. كان عندي خيار نقعد نساندو ما يتردش جوست باش انا نحمي صورتي خاطر نهارين التالي قلت الاخبار غلط، ولا ان نحط مصلحه الجمعيه قبل كل شيء ومعناتها ما نظلمش البيرو ما نظلمش الواحد ما نظلمش الجمهور ما نظلمش الجمعيه. ولكن ايضا رياضيا محمد انه ايضا في منتصف ولكن أيضا محمد هذا القرار يأتي أيضا في أهم مرحلة من التحضيرات للموسم الجديد، وانطلاق الموسم أقل من شهر تقريبا عن انطلاق الموسم حتى أقل من 3 أسابيع. يعني قرار صعب في النهاية. يعني كيو يربيك مثلا ما نعرفش ولا يعمل يجيك في وسط السيزون وتظهر العيوب نتاعو الكل. نعاودوا سيناريو بيتوني. نعم. ونطربطوا ببريافي مليار ولا ندري قداش. الآن تم الاتفاق فض الشراكة نهائيا، فض العقد. اي يعني تم مش مازال ما نجمش نحكي فيه معناتها كيفاش الاتفاق ما نجمش نقول لك. اما نجم نقول لك اللي هو تم. اما معناتها اسكو الاميابل ولا اسكو بالرupture ولا قداش الفلوس اللي الكل غالطه اللي خرجوا فيها 200 مليون ومليار وندرسنا غالط خاطر ما الحسبه نتاع الكونتراكتوير مازالت ما كملتش. ماهيش كي تحسبها انت ماليا الوزن نتاعها المالي على السيزون ماهوش كبير ياسر. حكايه فارغه فهمت. نعم. مانيش في سيناريو بيتوني ومانيش في سيناريو معناتها
نتاع باش تتيح الميزانيه على خاطر خرجنا الكوتش. بالعكس هذاك سي سكي فا نو بيرميتر باش نبعدوا من السيناريو نتاع وسط السيزون. نعم نخلطوا اون بلان سيزون والكوتش سافا با والليكيب داخله بعضها وانستابيليتي ونخسروا الاطراح واحد ورا الاخر. وان بلوس لازم كوتش بلو ديسيبليني. نعم هذايا بيتر انا ما نفهمش في التقني مي سمعتها من العباد الكل. نعم اللي كان فما نقص في الديسيبلين. نعم الآن محمد الساحلي جزء من الماضي في النادي الإفريقي. المستقبل الاختيار، هناك حديث عن بن شيخة الجزائري على فوزي البنزرتي، أين يتجه الاختيار بالنسبة لكم ومتى سيتم الحسم؟ شو سي عبد السلام نعرفش كان باش نقعدوا نتراسلوا معناتها نحن ان شاء الله نقعدوا نتراسلوا في المستقبل. لا اكيد انا ما كيف ما تعرف ما عنديش ثقه في الاعلام، واول مره معناتها يمكن اللي رار فوا مش اول مره مي نادره نحكي مع الاعلام. اولا خاطر نتصور اللي انا خدام كاي خدام مانيش شخصيه ولا حكايه باش نحكي مع الاعلام. فما البيرو، فما الباج اوفيسيال، فما ناطق رسمي باش يجي. ثانيا باش تفهم اللي انا ما نعطي حتى معلومه، شكون معك واضح. الكوتش رقاو شكون واختاروه، وانا ما عنديش فيه كلمه ابار ساليرو والكونترا وقداش وقت وكل شيء وكلي كلوز كونتراكتويل واللي كونديسيون. رقاوه الكوتش يعني حسم امر المدرب البديل. مازال ما تصححش ما عندهم شكون. الاختيار حسم على الاقل يعني. اي الاختيار حسم، اي عندهم شكون، عندهم بيست صحيحه معناتها صار كونتاكت مع الكوتش مش جوست خموا فيه. وما نجمش نقول لك يعني ما نجمش امبوسيبل معناتها تحط لي عليه مسدس في راسي باش ننطق. لا اتفهم حدود المسؤوليه. هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا الجزء الأول من الحوار مع محمد الشافعي، المسؤول في إدارة النادي الإفريقي، وتحديدا هو المكلف بلجنة الرقابة المالية والاستراتيجية. ناقشنا معه ملف المدرب محمد الساحلي الذي أثار الاهتمام في الآونة الأخيرة قبل أن يصل إلى نهايته بإعلان القطيعة معه. إلى اللقاء. كنتم في لقاء خاص على إذاعة الشرق من باريس.